ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في فيديو على فيلم ذا اوردر. الفيلم مستوحى من احداث حقيقيه وبيحكي عن مجموعه ارهابيه بيقوموا بعمليات سرقه وتفجيرات، وخطتهم ان هم يشيلوا الحكومه من السلطه خالص، عشان بالنسبه لافكارهم عايزين امريكا ترجع تاني تكون اصحاب البشره البيضاء فقط، والديانه المسيحيه هي الديانه الوحيده اللي موجوده في البلد دي. ومحاولات الاف بي اي انها توقفهم بمساعده الضابط تيري هاسك اللي هو جود لو. الفيلم ده نزل كده من فتره وكان عليه ضجه يعني شويه، كان عليه اراء ايجابيه النقاد وبرده الناس كان عاجبهم الفيلم بنسبه كبيره، بس انا مش فاهم عارف يعني الفيلم نزل على الجنب كده شويه. انا حاجه الوحيده كانت بتخليني نوعا ما عايز اشوف الفيلم ده ان هو كان اخراج جاستن كورسل، وده اللي عمل افلام زي ماكبيث واساسنز كريد، ومع ان الفيلمين دول ما كانوش الحاجات الجامده يعني. اساسنز كريد ما كانش حلو اصلا، بس كمخرج هو مخرج حلو، بيحط مود في افلامه، هو فعلا بيعرف يطلع افلام صورتها حلو، بيحط لك مود حلو يدخلك في الفيلم. وبالظبط هو فعلا ده كان احسن حاجه في الفيلم ده، الاخراج فعلا كان حلو جدا، المود اللي كان معمول كان حلو، دخلك فعلا في العالم ده من ما بين الكادرات الواسعه اللي بتوريك الاماكن، تحس انت كانك فعلا جوه المكان. ستايل التصوير والاضاءه، نوع الموسيقى التصويريه الهاديه وفي نفس الوقت تحسها موسيقى مريبه او نوعا ما كانها موسيقى مخيفه شويه، في نفس الوقت تبقى هاديه عشان ما تفصلكش عن اللي بيحصل في الفيلم. مشاهد اكشن وتنفيذها اللي هي تبقى هاديه وبسيطه لان عشان تدي شكل واقعي اكتر للاحداث. استخدام الالوان والتصوير طبعا برضو يعني كمود، وفعلا الفيلم ده عارف يدخلك في مود حلو، دخلك فيه اتموسفير خاص بكده، جو السسبنس الهادي كده، تحسه سلو بيرن سسبنس وفي نفس الوقت سلو بيرن شويه ياخد وقته في الاحداث والكلام ده. والتمثيل كان كويس من كل الناس، بس الناس اللي كانوا محظوظين كان نيكولاس هولت بدور الزعيم الجماعه الارهابيه دي، كان فعلا عامل الدور حلو، خصوصا ان هو طالع بدور شخص هادي جدا لما تشوفه نوعا ما اللي هو ما يبانش عليه قوي ان هو شخص شرير، بس انت بتفهم كويس من نظرات عينه ومن تصرفاته ومن تعبيرات وشه، يعني هو حتى انفعالاته يكاد يكون ملوش انفعالات اصلا. وفي نفس الوقت محتاج ان هو يلعب شخص هادي لما تشوفه في العادي ما يوصلش يشكوكك، في نفس الوقت محتاج ان هو يلعب شخص عنده كاريزما القائد، عشان هو نوعا ما بيدعو ناس اكتر للجماعه بتاعته، ان هو اي حد بيقابله عايزه ان هو نوعا ما يحببه فيه ويقنعه بافكاره، فهو كان عامل الدور ده حلو قوي. بس اكتر فعلا الدور كان حلو دور جود لو، وبصراحه هو ده اللي خلاك تشوف الفيلم اصلا، هو ده كان احسن دور في الفيلم، وكمان هو ده اللي قصته كانت تعتبر احسن قصه في الفيلم، وده اللي خلاك نوعا ما تكمل الفيلم من اوله لاخره. مش معنى كده الفيلم كان وحش، بس فعلا يعني هو السبب الرئيسي مع الاخراج اللي خلاك تكمل الفيلم، لان هو الشخصيه الوحيده اللي كان مفروش لها كويس. مشكله الفيلم بقى في القصه في النص الاول بالذات كانت حلوه جدا. عموما النص الاول من الفيلم كان حلو قوي، كان فعلا عارف يشدك كده من البدايه وانت عمال تكمل احداث، تحس الفيلم ماشي كده بشكل سلو بيرن حلو، ان هو تحسه هيمهد لك لحاجه قويه قوي هتحصل، وتحس القصه دي ممكن يطلع منها حاجه عاليه قوي يعني. لما بيجي النص الثاني وبيخلص بتكتشف انها قصه بيزك قوي، يعني هي تحس ان القصه في حاجات عايزه تقولها، بس هي في الاخر مجموعه ارهابيه ومحاوله ضباط ان هم يمسكوهم ويقبضوا عليهم، مع ان تحس القصه فعلا عايزه تقول حاجات كتير ونوعا ما عايزه تجيب لك بعض الاسقاطات، وبيوريك مثلا نوعا ما زي الجماعه الارهابيه دي ازاي ممكن يضحكوا على حد ويضموا ليهم وعشان افكارهم متشابهه مثلا وبتاع. كان في كده جزء خاص في القصه دي ان ناس كتير متفقه مع الجماعه دي، بس ما كانوش عايزين يمشوا في الاتجاه اللي مشوا فيه الجماعه دول، بس بل كانوا عايزين يعملوها بشكل سياسي، ينفذوا خططهم بشكل سياسي اكتر. حاجه زي دي كانت ممكن تتفت لها اكتر من كده بكتير مثلا، وتشوف لها كده يعني نتيجه شويه على مدار الفيلم، بس ولا حاجه من دي بتحصل، هي مجموعه ارهابيه عادي بينفذوا خطتهم، ويعني في اخر الفيلم بقى هتقبض عليهم ولا لا يعني. بس الحته دي كان ممكن يطلع منها فعلا اكتر من كده بكتير. وبرده من الحاجات الغريبه شويه في الفيلم ان زي ما قلت لك شخصيه جود لو في الفيلم هو اكتر شخص مفروض له في القصه بتاعته، لان هو ده بيلعب دور ضابط كان ليه ماضي نوعا ما عنده تروما، وفي نفس الوقت هو عشان راح المدينه اللي راح عشان خاطر ياخد بريك، بس الاحداث دي بتخليه يشتغل تاني، وبتشوف نوعا ما ان هو بيحب الشغلانه بيحب اللي بيعمله، مش عايز يبطل برغم المآسي اللي بيشوفها، وبتفهم ان هو كان في حاجه نوعا ما هي اللي عملت له كده، وبتفهم نوعا ما ان هو وراه ماضي، وده بيتشرح اكتر قدام. وفي نفس الوقت بتشوف علاقته بمراته وعياله عامله ازاي، يعني انت ما بتشوفهمش في الفيلم بس يعني مفروض لك ليه اكتر، بتحس ان القصه دي لوحدها ماشيه في اتجاه، وقصه الناس اللي دي ماشيه في اتجاه تاني، ونوعا ما بيتقابلوش خالص، يعني مفيش اي حاجه بتربط ما بين الاثنين. اللي هو انت حرفيا ممكن تحط نفس قصه الظابط ده في فيلم ملوش اي علاقه، يعني فيلم بيحكي عن نصابين او ناس مجرمين عادي بيحاولوا يمسكوهم مثلا، خلاص ولا هتفرق فيها حاجه. وكانت ممكن تحط قصه الناس الارهابيين دول ويبقى الظباط اللي عندهم اللي بيحاولوا يمسكوهم مفيش اي حاجه، يعني قصه ناس عاديه برضه مش هتاثر فيها حاجه. ويمكن ده عشان خاطر هي قصه حقيقيه او هو مستوحى من احداث حقيقيه، فبيحاول يجيب لك الموضوع بشكل واقعي اكتر. بس في النص الاول الفيلم قعد يبني كتير وتحس ان في ذروه هتحصل في الاخر، يعني ما تحسش حاجه بتروح في حته، ما تحسش ان القصه والارك كله بتاع شخصيه جود لو بيروح في حته في الفيلم، تحس الجماعه الارهابيه دول خلاص يعني جماعه ارهابيه هيتقبض عليهم او لا في الاخر. تحس اللي كانوا بيحاولوا يناقشوه والاسقاطات اللي كانوا بيحاولوا يعملوها ما بتجيش في الاخر، او ما بيحصلش فيها حاجه يعني في الاخر. وغير بقى كمان ان القصتين مش بيتقابلوا، يعني على انا قلت ممكن يحصل حدث في الاواخر مثلا
بالنسبه على شخصيه جون لو فنوعا ما يحطه في جو ريفنج مود اكتر، والحدث نوعا ما بيحصل بس هو ما بيطلعش في ريفنج مود ولا حاجه. تحس انت بدات معاه في اول فيلم، هو في نص الفيلم، هو في اخر الفيلم. تحس القصه فتحت كذا حاجه بس ما استغلوهاش من الاخر، وعلى النص التاني ما بيخلص تحس ان هو كروت شويه. انت في النص الاول قعدوا يعشمونا بحاجات وقعدوا يبنوا كده، تحس انت ممكن فعلا تشوف قصه حلوه قوي يعني، حتى لو الاحداث دي متاخده من احداث حقيقيه، بس يعني كان ممكن يحرفوا فيها شويه، انما هنا ما فيش يعني، فاهم الموضوع ما بيروحش في حته، تحس هم مركزين قوي هم يحكوا الاحداث اللي حصلت وبس. والنتيجه في الاخر فيلم عادي جدا متنكر على هيئه فيلم حلو، عشان فعلا كان في اخراج حلو، الفيجوالز اللي انت شايفها حلوه، الصوره يعني عموما انت شايفها كانت طالعه بشكل حلو، الموسيقى، المود، انت محطوط في مود حلو وبيضحكوا عليك في الاول تحس فعلا ان القصه هتوصلك لحاجه يعني مش هقول لك ملحميه بس هتشوف حاجه جامده قدام، انما هي ما بتتعداش خالص القصه البيزك ما بين جماعه ارهابيه ومحاوله الاف بي ان هم يمسكوه. الفيلم ده ممكن يتقدر اكتر فعلا بره عشان هو متاخد عن قصه حقيقيه، فبيحكي كان احداث حصلت بره، يعني في الحته دي الفيلم هيتقدر بره اكتر. بس برضه يعني بالنسبه للاراء اللي كنت عمال اسمع ان فعلا الفيلم كان عليه اراء، مش هقول لك يعني اللي هو كان احسن فيلم في السنه والاراء اللي جايه عليه كانت اوفر قوي وبتاع، بس كانت ضجه كده في وقت، فقلت يعني حتى وماله، ما هو في برضه افلام كتير بتبقى متقدمه قصص حقيقيه وده حاجات حصلت بره بس بتبقى حلوه لانها بحس انها تمشي مع الجمهور العام، انما لا ده ما حسيتش فيه كده خالص. وهديله 6.5 من 10. هو الفيلم يستحق اعلى من كده شويه كفيلم كاخراج، حتى على فكره كقصه واحداث نوعا ما ممكن ياخد اعلى من كده سنه، بس انا بكره اول ما اتفرج على فيلم، سيبك من الفيلم مش حلو او فيلم متوسط، بس انا بكره فعلا لما اتفرج على فيلم يبقى النص الاول منه يعشمك بحاجه والنص التاني يبقى عادي جدا. يعني هات لي فيلم متوسط من البدايه للنهايه عادي، هات لي فيلم مش حلو من الاول برضه مش مهم، على الاقل انت هتبقى عارف ان الفيلم مش حلو، انما تبقى وحش قوي تيجي تتفرج على فيلم يعجبك في الاول وتقول ممكن فعلا قدام يوصل لحته جامده ويبقى النص التاني هو اللي مش حلو، فانا بكره قوي الحركه دي. وبس كده، ده كل اللي ممكن اقوله على فيلم ذا اوردر. اللي شفتوا فيلم ويسر، اللي شفتوه اكتبوا في الكومنتات، اللي ما شفتوش اتفرجوا عليه، اول فيلم كده كده اصلا نازل على النت بقاله فتره، فشوفوه واكتبوا في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب وشغلوا زرار الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.